اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بالف خير. النهارده معانا فرخه وجوزي بيقول لي اعملي منها 4 اصناف ولا 5 اصناف، ازاي معرفش. تعالي نشوف هنعمل مع بعض ايه. معانا هنا فرخه الحجم اللي انت حباه، يعني دي صغيره مش كبيره، دي في الكاميرا باينه ان هي كبيره لكن هي صغيره مش كبيره، يعني في حوالي 2 كيلو. انا هعمل منها اللي انا فكرت فيه كده، ان انا هعمل منها 4 اصناف، ازاي مش عارفة. يعني هنا هقطع الاول الوراك كده مع بعض. اول حاجة كده هقطع الوراك مع بعض كده. يعني الفرخة نعمل عليها عزومة ازاي مش عارفة، يعني خلينا معانا نشوف كده الدنيا ايه، والله المستعان. نشوف مع بعض. ادي كده معايا الوراك، انا قطعت كده الوراك. هعمل ايه؟ هقطع الوراك كده كل دبوس، يعني الدبابيس كده هطلعها لوحديها. الفراخ لما تيجي تقطعيها يعني اقطعي من الدبوس، ما تقطعيش ان انتي تقطعي العضمايه. يعني كده ادي اول حاجه مع بعض اهو طبق. بعد كده هقطع كده يعني انا كده قطعت الورك على 2 كده. انا هعمل الوراك دي هعملها صينيه بطاطس كده. كده هعملها صينيه بطاطس. ادي اول حاجه عملناها من الفرخه. تاني حاجه هعمل الكبده والقنصه، ادي كبده واحده وقنصه واحده هعمل بيها صينيه جلاش. هكتر في البصل وكده فهطعمها، البصل بيبقى احلى بكتير من الفراخ كمان في الجلاش. بعد كده هقطع، هعمل ايه، هكمل بقى كده. هخلي الصدور كده، نخلي الفرخة كده مع بعض. مش عايزة اطول لك الفيديو كمان. عندي المفصل، يعني كل مدى اقطع حاجة اشوف المفصل فين واقطعه بسهولة جدا. برضو دي هقطعها واحطها مع صينية الفراخ. ممكن الاجنحة دي نعمل بيها برضو وصفة بيها تاني. ممكن نعمل كده ادي جناح، ادي الجناح التاني هنعمل بيها وصفة حلوة برضو، بس لما يكون كام جناح، مش واحد بس ولا 2. دي هقطعها كده واحطها مع صينية الفراخ. الدسامة اللي فيها بتخلي الفراخ طعمها حلو. ادي كده اهو. عايزة تشيل الجلد براحتك، انا قطعت كده. كده عملنا صينية فراخ محترمة. تعالي نخلي بقى الصدر ونشوف هنعمل فيه ايه. الصدر بتاع الفراخ انا شلت الجلد كده بتاع الفراخ، مش عايزاه. احطه بس كده في الصينية لحد ما نشوف. هشيل بس كل الحاجات صدر الفرخة كده. هنشوف هنطلع شاطرين، هنعمل كذا وصفة من الفراخ ولا ايه من فرخة واحدة. شوف هنطلع شاطرين ولا ايه. عاملين تحدي انا وجوزي، هنشوف مين اللي هيكسب التحدي. فلازم اكيد انا لازم اكسب التحدي، لازم اعمل كذا صنف من الفرخة. هنشوف هنقدر نعمل كده، والفرخة كمان مش كبيرة. لازم نتصرف، يعني زي ما بيقولك كده، زي ما بيقولك في الديش كده، لازم ايه تتصرف. فاحنا لازم نتصرف ونعمل، حتى لو كانت الحاجة قليلة ربنا بيبارك فيها. اهم حاجة نسمي كده. احنا وبنشتغل في اي اكل كده تلاقي ربنا مبارك في الاكل، يعني الحمد لله.
على قد ما اقدر ان انا ما باخدش اللحمه، ما بشيلش حاجه من الصدر، انا بشيل بس العظم بتاع الصدر. كل حاجه قدامك اهي، عايزه بس ابين لك كل حاجه قدامك ازاي نخلي الصدر من غير زي ما انت شايفه كده. انا بزحزح بزق كده اللحم، وتكون سكينه تكون حاميه كمان. كل ما السكينه بتبقى حاميه معاكي كل ما بتبقى افضل معاكي في القطيع بتاع الفراخ. مش هيطلع معاكي تهدير كتير من الفرخه، هتطلع لك يا دوبك مفيش، يعني يا دوبك هتطلع العضمايه، يعني مش هتطلعي اي حاجه فيها غير العضمايه. خلاص كده هزق بس كده هتلاقي كل العضمايه طلعت بكل سهوله. شايفين اديني خليتها قدامكم بكل سهوله، ولا فيش اي حاجه طلعت معايا في العضمايه. بصي يا دوبك العظمه بتاعت الفراخ اهي اهي، مفيش اي حاجه فيها اهي. شيل تعالي نعمل ايه تاني من الصدر ده. هنعمل منه وصفتين حلوين جدا وموفرين برضو، علشان لازم نطلع قد التحدي. انا مش عايزه اطولك الفيديو برضو، بكل سهوله اهي طلعت معايا. هنعمل ايه كمان؟ ادي الصدر بتاع الفرخه هقسمه نصين، هعمل نص منه بانيه، يعني النص ده هعمله بانيه والنص التاني ده هعمله برجر. يعني هشيل ده كده، ده هشيله هعمل منه كده برجر. ادي قدامكم كده طلعنا كام صنف من الفرخه، 3 اصناف. ان شاء الله هيطلعوا كتار ان شاء الله ببركه ربنا، هيطلعوا كتار مش قليلين. معايا هنا الصدر برضو هعمله بانيه. هعمل ازاي البانيه؟ ادي الصدر معايا اهو، هجيب السكينه كده اهي اهي بكل سهوله، زي ما انت حابه بقى، رفيع عايزاه وسط، زي ما انت حابه البانيه. ادي البانيه انا مش هكبرها، خليها صغيره برضو علشان هعمله رفيع مش تخين. انت عايزاه تخين براحتك جدا. شايفين البانيه طالع معانا زي الفل ازاي اهو، كله قدامي. ما تستقليش بالفرخه، الفرخه هنعمل منها كم وصفه كده، 4 وصفات، عزومه محترمه جدا. ازاي عندنا بنشوف مع بعض. الصدر شايفين طلع معايا بكل سهوله ازاي، ولا تخين ولا حاجه. انا عملته رفيع على قد ما اقدر، رفيع جدا اهو. شايفين حلو ازاي اهو. هكمل بقى الصدر عشان ايه ما ياخدش وقت معانا، الفيديو يبقى طويل. وهنا بعد ما خلاص خلصنا كده قطعت البانيه. شوف عملنا كم وصفه من الفرخه واحده. هنا عملت منها البانيه اهو، قطعته خلاص كده شرايح حلوه. وهنا الكبد والقوانص هعملها كده زي ما قلنا جلاش. وهنا دي الصدور دي هعملها برجر حلو جدا. وهنا هعمل صينية فراخ، يعني عملنا 4 وصفات. وهنا الأجنحة كمان هشيلها في الفريزر، وهجيب عليها كده كام جناح تاني وهنعمل منها وصفة حلوة جدا.
هنا انا هتبل البانيه الاول علشان يلحق يتبل معانا. هنا معايا انا ضربت هنا، جبت الكبة وعملت فيها البصل، حطيت بصل وفلفل مع بعض كده، عصرت شوية منهم وخدت مية البصل بس كده هتبل بيها البانيه. البصل جديد فمنزل مية كتير وحلو. ده كده انا اللي هعمل بيه الجلاش وهعمل بيه صينية البطاطس البصل. هنا معايا اهي مية البصل، وحطيت عليهم مكعب مرقة، وهحط عليهم التوابل اللي انت حباها. هحط ملح وفلفل، هحط الاول ملح وفلفل اسمر، وهحط توم باودر وبصل باودر بس كده. انا لو عندك بهارات فراخ حطي كده. المرقة بتدي طعم حلو جدا للبانيه. كده هتبلهم كده مع بعض. بدوب بس كده المرقة. لو عندك مرقة بودر برضو حلوة جدا. كده تمام. هنزل عليها بالبانيه بتاعنا. كده هسيبه يتبل، احطه في التلاجة واسيبه يتبل كده لحد ما اخلص كل الحاجة، وبعد كده ايه ارجع له تاني. شوف هنعمل فيه ايه كده. شايفين الشكل والحلاوة. هسيبه كده في الفريزر، في التلاجة اسفة. هنا هنعمل حشوة الجلاش بالكبد والقوانص، بالكبدة والقونصة. كده انا حطيت سمنة كده وهنزل عليها لما تسخن. هنزل عليها بالقونصة الاول عشان تتشوح معايا. انا حطيت بس القونصة بس، ما حطيتش الكبداية عشان القونصة بتاخد وقت اكتر من الكبدة. هحط بقى بصل، كمية بصل حلوة كده. شايفين الفلفل هيديها طعم حلو جدا. شايفين حاطين بصل قد ايه، يعني يطلع بصلتين كبار كده. شايفين شكل البصل حلو ازاي والفلفل. انا حاطه على البصل رشه ملح. حطي ملح معلقه صغيره كده على الملح على البصل. هسيبها بقى كده تتشوح مع بعض كده. وهنا هنبدأ في صينية البطاطس، ومعايا برضو لسه صينية البصل لسه حطاها على بتاعة الكبد والقوانص. هسيبها كده شوية تتشوح معانا. هنا مش هحط اي مادة دهنية معايا في صينية البطاطس. هي بتنزل المادة الدهنية بتاعتها، مش هحط لها. لازم تكون الطاسة سخنة. شايفين الفراخ كلها الوراك بتبقى فيها دهون، فانا مش هحط دهون هسيبها كده تتشوح براحتها. ولسه البصل على النار يتشوح برضو. وهسيب الفراخ كده تتشوح براحتها. وبعد كده هنعمل ايه مع بعض. هنا خلاص الفراخ عندي اتشوحت، ما حطيتلهاش ولا نقطة اي سمن. هي نزلت المادة الدهنية بتاعتها
ما نزلتش، انا بس بشوحها، مش عايزه ان انا احمرها، انا بس ايه بشوحها. بحطها كده على جنب، وهنزل بالبصل كده اشوحه. هتاكلي احلى صينيه فراخ. هنا هنزل بالبصل اشوحه. الكميه اللي انت تحبيها في البصل، يعني انا حطيت حوالي كده بصلايه متوسطه مفرومه. وهنا خلاص بعد ما شوحت البطاطس مع البصل كده، بعد دوبك كده خدوا مع بعض، هنزل عليهم بمعلقه توم صغيره تدي طعم نكهه حلوه جدا. وبرضه هحط معلقه للكبده زي ما احنا عاملين كده للكبد والقوانص، حطيت لها معلقه توم يعني كبيره شويه بتاعه الكبد والقوانص. ولسه على النار كده خلاص. هقلب بس كده التوم لحد ما ياخد ريحه كده في صينيه البطاطس. شايفين لون البطاطس حلوه ازاي؟ لازم نشوح البطاطس مع البصل عشان تديكي افضل نتيجه لصينيه البطاطس، وما تتهريش البطاطس منك بسرعه. حتى لو حطيتيها على النار من فوق ما تتهريش منك وتتقطم بسرعه، وتفضل زي ما هي. حتى لو استوت هتفضل زي ما هي متماسكه. يعني تشويحة الخضار دي مهمة جدا لصينية البطاطس، وبتبقى ريحتها احلى بكتير من ان انت بتعمليها من غير ما بتشوحي الخضار ولا الفراخ. فكده احلى طريقة. كده خلاص كده ريحة الثوم كده خلاص. عندنا برضو الفراخ الكبد والقوانص معانا خلاص داخله على السوا، استوت. انا حطيت حوالي نص جزرايه كده. لو انت عايزه تزودي المقادير شويه، عايزه تحطي خضار اللي انت حباه، ممكن تحطي بصلايه بطاطسايه رفيعه جدا تقطعها مكعبات صغيره خالص، تنزليها مع البصل، بتاخد برضو طعم حلو جدا من الكبد والبصل، بتبقى طعمها احلى بكتير. انت ما بتدورش على الكبد والقوانص، ريحه البصل حلو جدا يعني. كده خلاص معايا. هنزل على خلاص كده انا شوحت البطاطس حلو جدا. هنزل برضو على الفراخ. هنزل الفراخ تاني. انا شلت الفراخ علشان مش هقدر، الصينيه الصغيره مش هتلف معايا بسهوله زي الاول. شايفين الشكل والحلاوه؟ كده هنزل عليها تكون معايا نص عصير طماطم، حوالي نص كيلو كده، نص لتر من عصير الطماطم. هنزل عليها بالبطاطس كده والخضار بصينية البطاطس. كمان لما تكون سخنة بتكون افضل. كده هديها بس غلوة على النار وهحطها في الفرن، مش هتاخد سوا بسرعة. واحط هنا التوابل واحط المرقة واحط ملح وفلفل. هكمل بقى الحياء كده، واهم حاجة ان انا هحط رشة سكر علشان تعادل كده الطعم وما تعملش حموضة للسكر كده للصلصة اللي احنا حاطينها. كده معايا انا كده الكبد والقوانص خلاص. هنا كده خلاص ظبطت الملح والتوابل بتاعة الفراخ. حطيت قرفة وحطيت فلفل اسمر وحطيت الملح وحطيت مكعب مرقة. كده حلو جدا. ولو عندك بهارات فراخ حطي، هي كده ممتازة جدا. انا هطفي عليها واحطها في الفرن تكمل بقى سوا. وهنا الكبد والقوانص خلاص برضو خلصوا حلو قوي. انا حطيت البصلة كده اصفرت شوية، بعد كده حطيت عليها
لما خدت لون كده شويه رحت نازله عليها بالخضار، حطيت فلفل تاني الوان لو عندك، وحطيت جزر، وحطيت بعد ما خدوا تشويحه حطيت الكبده كده ما بتاخدش سوا وشكلها كده حلو قوي. انا مش عايزه اخلي الفلفل يتهري، انا عايزاه كده بلونه شويه. وخلاص كده شايفين الكبده والقونص عاملين معانا حاجه حلو جدا كده. هطفي الاتنين كده خلاص، وهنكمل نشوف هنعمل صينيه الجلاش لما تبرد الحشوه شويه كده. تعالى نعمل مع بعض صينيه الجلاش مع بعض كده. معايا لفه جلاش هنا، دهنه الصينيه دهنه ماده دهنيه. حط بقى سمن على زيت بيبقى طعمه حلو احسن من السمن لوحده. السمن لوحده بيبقى تقيل، لكن لما بتحط سمن وزيت مع بعض بيبقى خفيف. هنا معايا لفة الجلاش، كل طبقة احط دهنة خفيفة من السمن والزيت مع بعض بفرشة كده، افضل من المعلقة. مش مهم الجلاش لو حتى مقطع معاكي مش هتفرق. شايفين كل طبقة هدهن بمادة دهنية خفيفة مش تقيلة، يعني مش عايزة ان انا اعمل الجلاش يبقى تقيل. اهم حاجة ان احنا ندهن الطروف، يعني ما نعملش جوه بس ونسيب الطروف. اهم حاجة الطروف عشان متبقاش ناشفة معاكي. هعمل نص الكمية بتاعت نص لفة الجلاش من تحت وهرجع لكم. وهنا بعد ما قطعت عملت نص اللفة بتاعت الجلاش. انا قطع الجلاش على قد الصينية. لو انت حابة كده ماشي يبقى احسن من ان انت تعمليه ويبقى في الجناب عالي وفي النص واطي. فانت خليه قطعيه، والباقي اللي انا قطعته من الصينية مش هرميه، هحطه في النص اهو. يعني انا هحطه كده في النص مش هرميه، مفيش حاجة بتترمي. انا بس عشان متبقاش عالية في الجناب، وتلاقي تيجي تقطعي تلاقي الجناب عالية واللي في النص مش عالي، فخليها كده اقطعيها على قد الصينية بتاعتك. واللي هيتقطع معاكي حطيه في النص اهو. شايفين انا حطيتها اهو في النص، وهديهم رشة برضو سمن بسيطة كده برضو. وهحط عليها واحدة كده اهي على قد الصينية. يعني انا مش حاطه سمن كتير خالص، انا من النوع ما بحبش السمن كتير في الوصفات. هنا بصي ريحه البصل تحفه، وريحتها كانك حاطه كبد وقوانص نص كيلو. مش من يعني اللي يشوف مش هيقول من كبده واحده وقونصه واحده ان احنا حاطين بصل يطلع اكتر من نص كيلو بصل. وبعد كده بيدبل وبياخد كانك حاطه كله حشو بس من الكبد والقوانص. والفلفل برضو حط كميه كبيره من الفلفل. فيعني حط كل ما بتحطي وحط الجزر، فيعني بس بكميه حلوه ازاي. يعني عامله لنا صينيه كبيره مش صغيره. شايفين والحشوه كتيره، يعني البركه بتاعت ربنا كتيره. يعني ما نقولش يا ده قليلين، يعني احنا ما ندورش الطعم هيفضل برضو ريحة الكبد والقوانص فيها حتى لو كانت قليلة. شايفين كل حاجة قدامكم، يعني انا ما اديتش ولا حطيتش تاني، هو بس. والريحة تحفة، ريحة التوابل حلوة جدا، التوم عطيها طعم حلو قوي.
نسيت اولع لكم. شايفين الشكل والطعم. الريحة بتاعت التوم لازم تحط معلقة توم حلوة كده عشان تديكي ريحة الكبدة تبقى حلوة. وحطيت كمون وفلفل اسمر، وحطيت كزبرة ناشفة، وحطيت ايه تاني، ورشة قرفة. مهمة جدا رشة القرفة. ولازم اوزع الحشوة في كل حتة كده، ما احطش في النص وفي الجناب تبقى فاضية كده. انا عايزة الحشوة في كل الاماكن كده. شايفين كأن مكلفين نفسنا وحاطين كمية من الكبد والقوانص كتيرة جدا واحنا حاطينها. شايفين البركة بتاعت ربنا. ما تستقليش بالحاجة اللي قدامك، ربنا بيبارك في الحاجة اللي قدامك حتى لو كانت قليلة، ربنا بيبارك فيها. سمي كده وهتطلع معاكي زي الفل، ومش هتتكسف قدام اي حد ان هي قليلة ولا حاجة. ده بالعكس، يعني بصي تبقي واثقة من نفسك زي ما انا واثقة كده من التحدي بتاعي ان شاء الله. شايفين كل المكان فيه كبد وقوانص من الحشوة. شايفين مفيش حتة مفيهاش من الحشوة، والحشوة شكلها تحفة وحلوة جدا. هكمل بقى احط كمية الجلاش الباقية. هنا المقطعة دي هحطها كده برضو اهي. حتى لو القلاش مقطع معاكي ما تتضايقيش، برضو هيطلع معاكي زي الفل. مفيش حاجة، يعني كل حاجة ليها طريقة وكل حاجة ليها علاج. لازم ان احنا اهو المقطع برضو هحطه كده في النص كده. اي حاجة مقطعة قدامي. هو الجلاش بقي اليومين دول مش حلو، ليه مش عارفة، من ساعة الدنيا غليت كمان فالجلاش بقي مش حلو. شايفين المقطع اهو. اهم حاجه احط ورقه سليمه من فوق، اخلي ورقه كده سليمه الاقيها احطها. انا كده هكمل اهو. شايفين كله بايه عامل ازاي. انا خليت ورقه سليمه من فوق والباقي بص عامل ازاي. برضو ما تتضايقيش، هيطلع معاكي زي الفل. هتطلع احلى صينيه جلاش تعمليها. اخلص الكميه عشان ما يبقاش. وهنا بعد ما عملت صينيه الجلاش معرفش طلعت من الفيديو كده، ببص ما لقيتش الفيديو بيصور. هنا عملت كده صينيه الجلاش. حطيت فيها الحشوه اللي كانت عباره عن كبده وقونصه. حطيت القونصه الاول شوحتها حلو كده، بعد كده نزلت بكميه البصل. كانت معانا كميه بصل محترمه كده، حوالي نص كيلو من البصل. انا كنت فرماه في الكبه كده فرم بسيط، وحطيت عليه جزر وحطيت عليه فلفل الوان وفلفل اخضر. كميه حلوه فعطيانه. بصي الكميه حلوه ازاي. انا مش عارفه ما صورتش ازاي معايا الفيديو، لقيته طالع اصلا ما بيصورش. شايفين مفيش مكان مفهوش الحشوه. يعني ما تقوليش دي كبده وقنصه هتحشي ازاي معانا صينيه كبيره مش صغيره. لكن البركه بركه ربنا. سمي كده انتوا بتعملي الحاجه هتطلع معاكي زي الفل. انا حطيت للكبد والقوانص حطيت لها توابل. يعني معلقه التوم دي مهمه جدا بعد ما شوحتها كده في الاخر، فبتديني طعم ريحه حلوه جدا. وحطيت كمون وكزبره جافه، وحطيت معاها رشه قرفه برضو مهمه جدا، ريحتهم حلوه قوي، والفلفل الاسمر اكيد. والتوابل كده هي حاجات بسيطه بتاعتها بس بتفرق، ريحتها حلوه جدا وطعمها جميله جدا. هنا انا حطيت كل الجلاش المقطع معايا كده. انا خدت على قد الصينيه وقطعت بقى اللي كان مقطع. انا عملت يا دوبك على قد الصينيه، ما رضيتش اعمل انه يبقى كبير يحطه كده الاقيه مكلكع في النص كده في الجنب. لا انا قطعت على قد الصينيه، واللي قطعته قد الصينيه حطيته في النص تحت الحشوه. وبعد كده هحط اهم حاجه اخلي واحده مش مقطعه على الوش والباقي مش مهم. حتى لو مقطع معاكي ما تقلقيش هيطلع معاكي زي الفل اهو. يعني ما تتضايقيش وتقولي دي مقطعه ازاي. ادي لنفسك ان انتي
انت ملكة في مطبخك كده، تعرفي تعملي كل حاجة، ولازم تقبلي التحدي زي ما انا قابلة التحدي كده، ان انا ازاي هعمل من فرخة كل الاصناف دي. ببركة ربنا هتطلع معايا زي الفل. اهم حاجة ان احنا نشكر ربنا على اي حاجة تتعمل، حتى لو كانت قليلة. ربنا اهم حاجة ان انتي، ربنا هو اللي بيبارك في الاكل، حتى لو كان قليل بتحسوش ان هو قليل. اهم حاجة طول ما انت بتسمي في كل اكلة كده بتطلع معاكي بركة ربنا كتيرة، والحمد لله زي الفل. هنا هحط اخر واحدة كده على الوش اهي، مش مقطعة ولا اي حاجة اهي، اللي انا مقطعة على قد الصينية بالظبط، مش مكترة بالظبط، مش حاطة في الجناب. هتطلع معايا زي الفل اهي. بس كده هات هنا على الوش وهقطعها ونشوف هنعمل ايه. وهنا خلاص هقطع على الوش كده، دهنته دهنة بسيطة. هقطعها كده زي ما انت عايزة، انا هقطعها كده مثلثات على قد ما اقدر، مش عايزاها كبيرة اهي. شايفاها بتتقطع معايا بكل سهولة زي ما انت عايزة الحجم. انا هعملها على 3 حلوة قوي. بس كده، وبعد كده هنتبل البانيه ونشوف هنعمل ايه مع بعض. تعال كده نجهز مع بعض البانيه. كده البانيه خلاص كده بعد ما اتبل معانا وقعد حوالي ساعتين او ساعة. هنا معايا هنعمل كده تتبيلة حلوة للبانيه. هنا انا معايا كده معلقتين دقيق كبار، حسب البانيه اللي انت عاملاه، حسب الكمية اللي انت عاملاها. انا هنا حطيت حوالي نص كوباية مية. انا عايزاها المية يعني تبقى زي الطحينة كده. ده للبانيه. هنعمل ليه كده، هوريكي طريقة حلوة جدا للبانيه، احسن من ان انت تحطي البيض والدقيق لوحده والبقسماط. التتبيله دي حلوه جدا، بتمسك الكفر بتاع البانيه، ما بتخليهوش ان هو يفك منك، او الكفر بعد ما بيستوي تلاقيه معايا هنا بضايه واحده اهي. شايفين ما حطيتش اي توابل. هحط التوابل على الدقيق ده اللي انا عملته بالبيضه دي، هحطها كده على البانيه. ادي البانيه هنزل عليه باللي انا عملته ده، الخليط اللي انا عملته، الدقيق والميه والبيضه كده، وهقلبهم مع بعض. شايفين احسن وافضل من ان انت تحطي الدقيق لوحده والبيض لوحديه ترجعي تعملي كله ده كده هتديكي نتيجه احسن، ومش هيطلع منك، مش الكفر مش هيتخلع منك، مش هيطلع كده يسيب البانيه لوحده والكفر لوحديه. شايفين اهو ده اللي انا عايزاه. شايفين شكله حلو ازاي. ممكن اسيبه حوالي 10 دقايق مع بعض كده، وممكن ان انا اتبل على طول. هدوق الحياء لو حاسه الحياء لسه مش مالح. هنا تبلنا البانيه خلاص بالتتبيله الحلوه دي. هنزل كده عليه بالبقسماط، شايفين. ممكن تعملي كمان بالمعلقه عشان ما ياخدش منك الغلاف فاديكي، احسن طريقه كده. واضغط عليها، اضغط على البانيه كده عشان الكفر يمسك. شايفين نفضها كده
احطها بالمعلقه برضو، ما اوسخش ايدي واحط هنا البانيه واحط في التتبيله بالشوكه. لو انتي كده اهو مع بعض، سهله جدا الطريقه وحلو جدا هيطلع معاكي. هنا البقسماط انا اللي حطيت عليه، اللي حط عليه معلقه نشا كده تنشفه كده، تخلي البانيه كده ناشف وحلو. لو انت عايزاه طري براحتك. وبحط عليه توابل توم باودر وبصل باودر وملح وفلفل اسمر بس كده. ممكن تحطي رشة كركم بسيطة لو انت عايزة او كاري. لازم تجربي المرقة في البانيه، حلو قوي وبتغنيكي عن كل، حتى لو انت مش عايزة تحطي توابل كتيرة بتغنيكي ان بتدي طعم حلو قوي للبانيه. شايفين اهو. هخلص كل الكمية عشان الفيديو مبقاش طويل. انا عايزة بس اوريكي كده اهو. اضغط على التتبيلة علشان يمسك معايا البقسماط حلو اهو. شايفين الشكل والحلاوة اهي. شايفين الشريحة حلوة ازاي، مش مقطعة ولا مهرولة معانا. هكمل بس الكمية ونرجع مع بعض. هنا خلاص بعد ما خلصنا كل البانيه عملناهم، شوف طالعين حلوين ازاي وكمية مش قليلة. هحطهم في التلاجة حوالي ساعة كده عشان ما يفكش معاكي كمان. فافضل حاجة ان انت تحطيها كده في التلاجة يتمسك كده الغلاف اللي على البانيه، يتحط حوالي ساعة كده في التلاجة. ونشوف بعد كده هنعمل ايه مع بعض. بعد ما خلصنا خلاص الاكل زي الفل. يعني عملنا يعني اعتبر اللي انا عملته ده كده فرخه الا ربع كمان. يعني شلت الصدر اللي كنت هعمله عملتوش، عملت بس كده هنا الكبد والقوانص بالجلاش. شايفين شكل الجلاش حلو ازاي، متماسك وعالي وجميل جدا. يا رب تجربوه. وهنا ادي صينيه الفراخ زي ما عملنا كده، ادي الدبابيس وادي الدبوس بتاع الفرخه. وهنا عملت البانيه شكله حلو جدا ولونه، شايفين لونه حلو قوي. يا رب تجربوهم. يشوف من فرخة اقل من فرخة عملنا عزومة حلوة وقابلنا التحدي وكنا قادرين قد التحدي. والاكل حتى لو كان باقل حاجة بنعمل. لازم تتصرفي، لازم ان انت تكوني كده عارفة كل حاجة. وهنا بقى ايه الفرق، ادي الصدر اللي ما عملتوش هنعمله في حاجة تاني برضو، هنعمله برجر او حاجة تاني وهنزل لكم برضو الفيديو بتاعه تشوفوا بقى. يعني انا هشيله وهنزل لكم الفيديو. وهنا عملت طبق سلطة حلو كده جميل كده، شكل وردة كده في النص كده وشوية رز جنبيهم حلو قوي. شوف عملنا يعني اعتبر من فرخة الا ربع زي ما بنقول كده. عملنا وصفات 3 وصفات حلوين جدا سهلين جدا. شايفين شكل الجلاش حلو قوي. يا رب تجربوهم. لو عجبتكم الوصفات اشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بشكر كل اللي اشترك في القناة واللي هيشترك ان شاء الله. ولايكاتكم الحلوة وتعليقاتكم الجميلة. شكرا لكم.